يلا جيبوا شو في عندكم بواقي مكسرات وتمر من رمضان لحتى نعمل إشي اسمه المفتقة أو الحوايج. وهاي الأكلة تحديداً من غزة، وصفة سحرية ومعلقة واحدة منها كل يوم بتعطيكم طاقة وحيوية ونشاط ومليانة فيتامينات. أول شي بمقلاية رح أحمص المكسرات اللي جبتها كلها من الريحان، رح أحمصها مع زيت الزيتون. وكل المكسرات عندي هون نية: لوز، كاشيو، فستق حلبي، جوز مكسر، سمسم مش محمص، وحبة البركة. بحمصهم مع بعض لمدة 5 دقايق وبضيف لها الهيل واليانسون والقرفة والشومر والكزبرة. كزبرة هي هيك أصولها. بقلب شوي وبحطهم على جنب. هلأ أكيد عندكم بواقي تمر، منقطع التمر لقطع صغيرة وبمقلاية بضيف زيت الزيتون ومعاها دبس التمر من الريحان، وممكن تستعملوا دبس العنب. بقلب لحتى يسخن، بعدين بنضيف التمر وبضل أقلب فيه لحتى التمر يدوب شوي. بنضيف كل المكسرات اللي حمصناها ورح تحسوا إنه جمد شوي، بس هذا هو المطلوب. بحركهم لمدة 5 دقايق على النار، بعدين بحطهم بمطربان معقم. يا جماعة لو تعرفوا قديش هالوصفة عبارة عن قنبلة من الفيتامينات اللي بتحمينا من الأمراض وبتعطينا قوة ونشاط للجسم والذاكرة. بس بتعرفوا إنه بنص التصوير قررت أضيف لها الطحينية. لا طلعت مش عادية مع الطحينية. جربوها حتحبوها كتير.